سعر الجرام الذهب عيار 21 بيعدي ال 6500 جنيه لأول مرة في مصر، وده جه بعد تهديدات ترامب بشأن جزيرة جرينلاند. النهارده الأربعاء 21 يناير 2026 يوم غير عادي في سوق الذهب في مصر، وده بحسب تقرير للمواقع كلها. الأسعار اللي اتسجلت في تعاملات النهارده أسعار غير عادية، واللي خلى العيار اللي نعرفه 21 طلع لأعلى من 6500 جنيه لأول مرة في تاريخ مصر. خلينا نحكي الأرقام دي من البداية، وخليك عارف إنك بتحضر لحظات تاريخية ما بتتكررش كتير في التاريخ. لما السعر يكسر رقم عمره في حياته ما كسره يبقى النهارده يوم تاريخي. الجرام عيار 21 وده أكتر عيار بنتعامل بيه في مصر، وصل ل 6550 جنيه، وده رقم خرافي غير متوقع. أما الجرام 24 اللي بيعتبر أنقى الأعيرة فتخطى ال 7460 جنيه للجرام. الجرام 18 بيتخطى ال 5600 جنيه، وده برضه ارتفاع ملحوظ. اما الناس اللي بتشتري الجرام عيار 14 او بتدور على خيار اقل تكلفه، فوصل الجرام 14 ل 4353 جنيه. حتى سعر الجنيه الذهب اللي بيتكون من 8 جرامات تخطى ال 53000 جنيه لاول مره في تاريخه. طيب الاسعار ليه ارتفعت كده النهارده؟ التقرير بيقول ان السوق اتاثر بزياده الطلب على الذهب كملاذ امن بعد التطورات العالميه، خصوصا بعد تصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب بشأن جزيرة جرينلاند وفرض رسوم جمركية عالية على دول بتعارض الضم، وده خلق حالة من القلق في الأسواق العالمية، والمصريين طبعا بيتجهوا للذهب لما بيحصل اضطراب اقتصادي أو سياسي عالمي. القصة كمان إن الذهب مش بس سلعة بنشتريها، ده مقياس للثقة والاستقرار الاقتصادي، ولما السعر بيطلع للرقم ده لأول مرة ده معناه إن الناس بتفضل تحط فلوسها في حاجة ثابتة بدل المخاطرة في البورصة أو في الدولار أو حتى في العقار. وده مش رقم بسيط، ده رقم بيكسر أرقام تاريخية، وبيخلي كل واحد يشتري أو يبيع يفكر مرتين قبل ما يحرك فلوسه من مكانها.